هيو وحشتكوا صح؟ عارف مش محتاج تقول. ازيك يا حبيب اخوك عامل ايه؟ طب يا جماعه قبل ما نبدا انا مجرب في الفيديو دوت حاجه جديده فقشطه يعني مستني رايكم. ازاي صوت واحد يقدر يخوف ملايين الناس؟ لا مؤثرات بصريه ولا وحوش قدامك ولا حتى صوره، ومع ذلك احمد يونس بيخليك تتوتر وتخاف ويمكن تتخيل حاجات هو نفسه ما كانش متخيلها. فازاي قدر يعمل كده؟ احمد يونس ممثل قبل ما يكون راوي. ايه يعني ايه يا اسطى؟ بص معايا كده هنا مثلا. عشان مش بس اقولك اللي بيحصل لي، لا عشان احذرك يا دكتور. تحذرني من ايه سعيد؟ مش فاهم. من سماح. دكتور مايا صبحي ذكرت كمان ان الفترة من 2020 ل 2025 هيكون في حروب إبادة للتخلص من 80 ل 90% من سكان الأرض، بحيث يصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة، وهو ده بداية مشروع المليار الذهبي وبداية تطبيق النظام العالمي الجديد اللي هيكون فيه طبقة للسادة وطبقة للعبيد. هتشوف هنا مثلا في قصة المشرحة انه لعب اكتر من دور واحد في نفس الدقيقة وانت ما حسيتش ان هو نفس الشخص، وهتشوف هنا في حالة الملف الشائك انه لعب دور المذيع، فهو هنا فعلا قلد المذيعين في طريقة كلامهم لما بييجوا يذيعوا خبر. فاهم قصدي؟ الفكرة بقى في ايه؟ انه عشان يقنعك في ان في كذا شخصية مش شخصية واحدة، بيتقمص الشخصية نفسها. انا لا عايز اسمع افكار ناس ولا اشوف ميتين ولا اسمع افكار اللي صاحيين وهم بيتكلموا عني. انا مهما حكيت ليك وانا بسمع اهلي وقرايبي واخواتي احنا بنتعامل مع الجثث انها شيء عادي زي ما انت بتتعامل مع المرضى بتوعك. الموضوع مش مخيف بالنسبه لنا. فهتشوف لو الشخصية دي مضطربة او قلقانة هتلاقيه بيتهته في الكلام والكلام بيخرج منه بصعوبة. اما لو الشخصية دي دكتور او شيخ مثلا فهتلاقيه هادي ومتزن ولبق في الكلام. تاني حاجة بينقل الإحساس قبل ما ينقل الأحداث. بص تعالى كده أفهمك يعني إيه الكلام ده. في عالم الروايات والقصص ما ينفعش تقول للقارئ أو المشاهد إن البطل خايف، لا كده غلط. الصح إنك توصف الخوف نفسه عامل إزاي وإزاي المكان ده بيتأثر من خوف الشخصية دي عشان يبقى عند القارئ أو المشاهد صورة كاملة للي بيحصل. والنقطة دي يونس بيعرف يلعب عليها أحسن من أي حد تقريبا. خرجت من المكتب ومشيت في ممرات المشرحة اللي كانت فاضية. ممرات فاضية وكبيرة وواسعة، بلاطها أبيض وحيطانها باردة، ريحة الكلوروفوم مالية المكان، والأنوار عمالة تترعش بطريقة غريبة. تعالى بقى نروح نشرح من أسرع الحركات اللي هو بيعملها. مع قفل باب التلاجة صرخة مدوية جاية من جوه. طلعنا نجري احنا الاتنين. ها فهمت ولا لسه؟ طب تعالى هتلاقيك انت هنا اصلا توقعت ان في صرخه جايه، مع ذلك خفت. ليه بقى؟ عشان انت عبيط. ماشي يا جدعان، بوظ يا جدعان. السبب الحقيقي اسمه الخوف من المنتظر، اللي هو المثال اللي انا لسه موريهولك يعني. تالت حاجه بيوجه انتباهك بالمؤثرات والايقاع. فوق الترابيزة موجودة، المكان فاضي تماما وانا واقف وسط المشرحة والجثة مش عارف ليه حاسس انها ممكن تقوم في اي وقت. بص في حركة ذكية جدا بل ومن أذكى الحاجات اللي يونس بيعملها، وهو إنه يربط لك الوحش اللي في القصة بصوت معين. هتلاقيه في قصة المشرحة مثلا كل مرة بيذكر فيها الجثة بيحط لك صوت الهمهمة الغريبة دي، وده عشان يشدك ويخليك تربط الصوت ده بأي حاجة خطر في القصة. ومع ذلك كل اللي احنا قلنا ده دي مجرد أدوات أو زي ما تقول كده بهارات لتخويفك. طب نيجي لسؤال الحلقة، إزاي أحمد يونس بيعرف يخوفك؟ بص هو الموضوع بسيط قوي. لو انا قلت لك بص يا اسطى الفيديو ده بيخوفني قوي، هل انت هتخاف؟ بنسبه كبيره لا. وده بقى الذكاء في كل فيديوهات يونس. احمد يونس عمره ما حط لك صوره او فيديو صريح للقصه عشان يخليك انت تتخيل الاحداث فخيالك يتخيل اللي انت بجد بتخاف منه. فالموضوع كله في الاخر متوقف عليك انت اكتر من يونس نفسه. بس السؤال ليه الطريقة دي مرعبة أصلا؟ لأن المخ بيخاف من المجهول أكتر من المعروف. لو قلت لك في حاجة واقفة وراك وأنت ما بصيتش هتخاف، لكن أول ما تبص حتى لو كانت مرعبة الخوف بيقل. طب ليه؟ لأن عقلك خلاص عرف بيواجه إيه. وعشان كده أحمد يونس عمره ما يديك صورة كاملة، هو بيديك أجزاء والباقي مخك بيكمل. وهنا تيجي أخطر نقطة، كل واحد بيتخيل الوحش بطريقة مختلفة. يعني أنا ممكن أخاف من طفل وأنت تخاف من عجوز، واحد يخاف من ضلمة، كل واحد يصنع الوحش اللي يخوفه هو، لانه مش هو اللي بيخوفك، هو بيخلي عقلك هو اللي يخوفك. لا انت مستني ايه؟ خلاص يا جدعان الحلقه خلصت. مش بقى تعمل لايك بقى، اعمل لايك بقى وسبسكرايب كده، اعمل سبسكرايب عشان ما تبقاش معفن.